وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي ماذا سيفعل؟ محاط ب4 3 لاعبين. الكلمات الدولي. جويعه لويسي ماذا سيفعل لويسي؟ يسدير فرصه هدف جول هدف الموسم وهدف قاتل هدف من الروعه بمكان كما قلت. إذا كان الوداد سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس نادي الدار البيضاء. مباراة العمر هدف العمر لن ينساه طويلا أنصار فريق الوداد. هدف من الروعة بمكان أعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد. يمكن نقول الوداد تعذبت كثيرا قبل أن تسجل هذا الهدف. هدف خرافي هدف جميل هدف يمكن تسميه بأي اسم ولكن لن ينساه الوداديون طويلا. سنشاهده بأكثر من لقطة ومن أكثر من زاوية. يعني حلاوة كرة قدم يتوج فريق الوداد باللقب ويجي الهدف في الدقيقة 96. تم إضافة 7 دقائق من وضعية صعبة من زاوية صعبة. يمكن نقول الحارس كوحة ارتمى بكل ثقله للزاوية 90 اليمنى ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب هذه العبارة الله غالب نزل على بكل الثقل ديالو. أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه كيف ما بغى تكون إمكاناته لا أعتقد أنه يمكن يلتقط الكرة. هدف من الروعة بمكان. ويمكن نقول الآن الوداد يمكن باقا دقيقة ولا 30 ثانية. الوداد ما بغيتش نتسرع ونقول مبروك للوداد اللقب لأن الكرة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية ولكن حلاوة كرة القدم هو فريق يتوج بهذه الطريقة وبهذا المجهود لأن مجهود الموسم اختزل في هذه الحقبة وفي التسديدة التاريخية للويسي. الويسي يدخل الرياضي للوداد بعد بن شريفة الذي سجل 7 أهداف طيلة 10 سنوات في الديربيات ما بين الرجاء والوداد.